بصوا بقى يا جماعه، انا بعشق الرز بلبن ده. امم رهيب انت رهيب هتاكله طعم. لوحدك ولا ايه؟ امم هتاكله لوحدك؟ انت عايزه ايه؟ عايزين ندوق. لا مفيش الكلام ده. طب قول لنا عملته ازاي؟ طعمه كريمي وجميل جدا، وانا بعشقه بصراحه. تعالوا اقول لكم عملته ازاي. حاجه هضيفها نص كوبايه رز تكون مغسوله، وهنزل عليهم بثلاث كوبايات ميه، واغطيه واسيبه لحد ما يستوي. وبكده الرز يبقى استوى معايا. في مده التسويه لقيته محتاج ميه، فضفت له كوبايه ميه كمان. شوفوا بقى استوى وداب ازاي معايا. وكده هضيف عليه لتر لبن او حليب كامل الدسم، وهفضل اقلب فيه طول مدة التسوية علشان الرز ما يلزقش معايا. شوفوا بقى هنا بعد ما غلي معايا هنزل عليه بنص كوباية من السكر. طبعا السكر دوت حسب الرغبة، اللي عايز يزود يزود واللي عايز ينقص مفيش مشكلة. وهقلب كويس. وهنا بقى وانا بكمل تقليب النور قطع علينا لتاني مرة، بس على مين؟ هكمله مش هسيبه طبعا. وعلشان نظبط بقى قوام الرز بتاعنا هنجيب نص كوباية لبن وهنضيف عليهم 3 معالق من النشا كبار. وهننزل بيه بقى على الرز بلبن ونقلب كويس جدا، تقليب مستمر علشان ما يكلكعش معانا. وهضيف كمان بقى ربع كوباية من القشطة علشان اديله غناوة كده والطعم يبقى كريمي. انا طبعا بعمل كل الكلام دوت على نار هادية علشان ما يكتلش معايا. وهنا بقى اخر حاجة هضيفها شوية فانيليا علشان الريحة تكمل وتبقى خطيرة. يا سلام، مش قادر اقول لكم بقى الريحة هنا عاملة ايه. وبكده الرز بتاعنا هيكون خلص، وتعالوا بقى نغرفه في الاطباق. وهنا بقى هبدأ اغرفه في الاطباق بتاعتنا. وبكده اكون خلصت الرز بلبن بتاعي. هشيله بقى في التلاجة يبرد وارجع لكم تاني ندوق مع بعض. وهنضيف بقى جوز الهند كده، بصوا الجمال. هنضيف كمان زبيب. اوعى تنساني. انا اقدر برضه انساكي، عايزه ايه يعني؟ انا بحبه بالقرفة. بالقرفه؟ من عيوني. نضيف تسلم. بقى كمان قرفه هنا. اصل اللي بالقرفة ده بيكون تحفة. اكتبوا لي بقى في التعليقات كده مين بيحبه بالقرفة زي. وريهم بقى الافتكاسه اللي انت عملتيها. افتكاسة. ايوه طيب بصوا يا جماعه عملت ايه. بصوا هنا في ايه؟ كراميل. بصوا لقيت عندي كيس كراميل من بتاع الكريم كراميل كده، فايه قلت شوفوه بس من قريب كده. شوفوا قد ايه كريمي وجميل. بصوا قبل ما ابوظ شكله كده. بصوا يا جماعه هي بتدوق من غير ما اقول لها مفيش الكلام ده، ها. استنى بقى اما نشوف الكراميل ده ايه اخباره يعني. امم ايه الاخبار؟ ايه ده؟ ممكن ادوق؟ ده جميل قوي بجد. خد دوق كده. امم ايه الجمال ده. بصوا يا جماعه، خطير. بصوا بقى دوت، ده بقى بجوز الهند والزبيب، وانا طبعا بعشقه. بصوا الجمال، كريمي جدا. امم والطعم رهيب. لا بجد تسلم ايدك. تسلمي بألف هنا.